أنا طبعا قلبي حزين جدا لأنني تركتهم، ولكن أعود إن شاء الله قريبا. بكى غزة بين الدمار وأنين المصابين ليحقق المستحيل ويعيد الأمل لمن فقده تحت أنقاض قصف الاحتلال. فمن هو الطبيب المعجزة؟ محمد الطاهر طبيب عراقي بريطاني، انتقل إلى إنجلترا وتخصص في جراحة العظام والأعصاب الطرفية. ترك حياته المستقرة وتطوع في غزة ورفض المغادرة واختار البقاء رغم المخاطر، فاحتفل به السكان حملا على الأعناق بعد وقف إطلاق النار. مش شرط الأمة كلها تدافع عن غزة ولا تكون مع غزة، رجل بأمة. الدكتور محمد رجل بأمة. أهالي غزة لقبوه بالطبيب المعجزة بعد مئات العمليات الناجحة ومسارعة الزمن لعلاج المصابين. بنحيي العراقية ومحمد غالي علي، دكتورنا غالي علي. صيته ذاع بعد إعادة الأمل لطفلة فقدت يدها في قصف الاحتلال، وظلت اليد تحت الركام 3 أيام حتى عثر عليها. أقول كيف يعني حصل هذا الشيء؟ كيف الأمة العربية يعني تتفرج على هذا الشيء وما يتحرك مشاعرها؟ أنا أعرف أن الشعوب معهم، ولكن رؤسائنا ليسوا معنا. فيلم رعب حقيقي. هكذا وصف طاهر الأوضاع بعدما شاهد إصابات غير مسبوقة من بتر الأطراف وحروق شديدة بين الأطفال والنساء. حسبي الله ونعم الوكيل. طاهر لم يكن مجرد طبيب، بل كان شاهدا على الألم وحاملا للأمل وسط الدمار. أنا أخدم الشعب، فهذا مشروع الحياة، وأنا إذا غادرت مثلا هو بس لأنه حق الوالد علي وأرجع.